قلب على روقان بقى. ايه البرد ده؟ انتوا شغالين التكييف ولا ايه؟ سلام قول من رب الرحيم. انت مين يا عم انت؟ انا اللي المفروض اسالك السؤال ده. ازاي اتجرأت يا لص على دخول بيتي في نصاص الليالي؟ وكمان بتسالني انا مين؟ ياه، استاذ يوسف وهبي. انا بحب حضرتك جدا، انا متابع كل افلامك. اخرس يا لص. ثم انت سايب كل البيوت وجاي تسرق بيت مصاص دماء عايش في نص الصحراء؟ ما شاء الله عليك، اختيارك للكلاينت بتاعك مدروس. اعمل ايه تاني يعني يا استاذ يوسف وهبي؟ انا كنت لقيت بيت تاني يعني قلت لا. الشغلانه بتاعتنا يا استاذ يوسف لمت. دلوقتي الحرامي بقى بيدور على الغله وبس. زمان يا باشا الحرامي مننا بيسرق بنباهه وبشرف. كناش ابدا نسرق غلبان ولا ننشي المسكين. كان الحرامي مننا يسرقك من هنا ويحاسب لك على تذكره الترماي من هنا. دلوقتي الحرامي من دول بقى يقتل عشان محفظه. شوهونا يا استاذ يوسف. مم. طيب واللي يديك يا قوت ومرجان تبيع له روحك اوام؟ لا لا، انا شفت الحته دي في الفيلم. هتديني اوتو مرجان وبعدين انت اللي تبيعني اوان. لا غيرها. اقول لك هات الجاكيته الفحلوي اللي انت لابسها دي. انت جاي تقلبني في بيتي يا حرام يا لص يا عديم الانسانيه. لا اله الا الله. شوف مين اللي بيتكلم. ده اللي بتبيع سباحه. ما انت بتستقطب ضحاياك وعمال تمص في دمهم طول اليوم، وعايش في قصر طويل وعريض ومش حاسس باللي زيك. اه، قصر طويل عريض قلت لي. انا عايش حياه كئيبه، حياه تعيسه. قصر طويل عريض صحيح، لكني انسان وحيد. كل يوم دم دم دم. زهقت. مم. خلاص بقى يا استاذ يوسف، الدمعة هتفر من عيني. قوم قوم يا استاذ يوسف، اغسل وشك تعالى معايا. عايزينك على سندوتش فول اللي هو بطاطس مش فول. عندك يا لص بقى من شويه عايز تسرق بيتي، ودلوقتي عايز تاكلني من اكل البني ادمين اللي بيجيب سم. عايز تجيب لي سرطانات زي اللي بتجيلكم. خلاص اتفلق. اقول لك حاجه، خد دي في وشك. لا نور، لا لا لا. راجل اتم. يعني مش الدم خالد دسم. احي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 29 مايو سنة 1453 ميلادية هيفتح القسطنطينية شاب عنده 21 سنة اسمه محمد بن مراد الثاني. عرفته ولا لسه؟ أيوه هو محمد الفاتح. الحدث ده هيغير مجرى التاريخ زي ما شرحنا في حلقة فتح القسطنطينية، ارجع شوفها بيه لو ما شفتهاش. لكن في الوقت ده بالفعل أوروبا كانت أسست جماعة اسمها سوسايتس دراكونس أو نظام التنانين يعني، ودي منظمة مسيحية في وقتها هدفها كان واضح، هو مقاومة المد الإسلامي. واحد اعضاء المنظمه او الجماعه دي واحد كان اسمه فلاد دراكولا. الراجل ده تحديدا كان عنده ولدين، واحد اسمه فلاد وواحد اسمه رادو. ابوهم كدليل على ولاء الجماعه دي للسلطان محمد الفاتح قرر ان هو يبعت الولدين عنده يعني عشان يتعلموا القتال مع الشباب المسلمين ويتعرفوا على ثقافه المسلمين، والعيال تكبر كده في مكان حلو هواه حلو ونظيف يعني. وكمان ياخدوا فكره عن العلوم الطبيه ويعني يعيشوا حياه كويسه ونظيفه. تخيل في وقتها كنا احنا كده، والمفاجاه ان اللي حصل كان عكس كل التوقعات. هم متربيين ان العدو بيتنكل باسراه، لكنهم يتفاجئوا ان المسلمين بينيموا الاسرى بتوعهم في اماكن نظيفه وبياكلوهم اكل انظف من اللي المسلمين نفسهم بياكلوه. والاعجب ان هم شافوا تعامل راقي ما بين المسلمين وما بين بعض، احترام تلاقي وانصاف تلاقي وتطور عمراني تلاقي، حضاره كامله متطوره. ده في وقت كانت اوروبا فيه غرقانه في صكوك غفران، محاكم تفتيش كانت بتعذب الناس بابشع الطرق، والعلوم محجوبه والطب متخلف، والعلماء بيتعرضوا لابشع طرق التعذيب والاضطهاد. اما القسطنطينيه لما استلمها المسلمين حولوها لواحده من اعظم مدن العالم، علوم فن عماره شريعه تجاره مدارس مستشفيات نظام اوقاف، واللي قلبك يحبه تلاقيه. حضاره كامله بتتمدد من قلب الاناضول. كل ده كان كفيل ان رادو ابن دراكولا يدخل الاسلام واصبح من المقربين للسلطان محمد الفاتح بنفسه. شاف العدل وقرر ينصف حتى لو الحق ده ما كانش موجود مع اهله في اوروبا. لكن اخوه فلاد الثالث كان شال جواه غل واد مش نظيف من جوه صديق المشاهد، لا قدر يسامح ولا يعترف ولا ينصف. والغل ده هو اللي كون شخصيه النهارده دراكولا، او كما يعرفه
عرفوا العالم بفلاد المخوزق. لا مش عايزك تستغرب عشان احنا لسه بنسمي، كمل وهتفهم هو ليه اتسمى كده. غريبه يعني مع ان اسمه فلاد مش احمد، او ده دليل ان دي اكبر مش اشاعه، انت ربنا نصفك يا احمد. خرج فلاد ورجع لوطنه القديم ولاشيا، وده مكان صغير ما بين المجر والدوله العثمانيه، لكن موقعه كان استراتيجي جدا، وفي الوقت ده كان كل طرف عايز يسيطر على الموقع ده. محمد الفاتح كان خلاص دخل اسطنبول وبيجهز الدوله العثمانيه عشان تبقى قوه عظمى ممتده الى قلب اوروبا. لكن فلاد او دراكولا كان عنده هدف واحد بس، ان هو ينتقم من كل اللي شافه جوه الدوله الاسلاميه في وقتها، وده مش لانه تعذب، لا، لكن لانه شاف حضاره مش بتاعته، وشاف العدل كمان في معتقد غير معتقده، وكمان شاف اخوه دخل الاسلام معتقد تاني غير المعتقد اللي هو عليه. ودي كانت بالنسبه له اكبر كسر في الليله دي كلها. وبدعم من المجر قدر فلاد ان هو يسيطر على الحكم في ولاشيا في 1456. ومن اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم كده سجل اسمه في كتب الرعب والدم. صديق المشاهد، بسم الله الرحمن الرحيم كده كان بيعدم المعارضين بتوعه بما يعرف بالخازوق، واعتقد هو واضح من اسمه مش محتاج اشرح. النوع ده من التعذيب اتربط بفلاد الى يومك ده على كده بقى كابتن احمد ده طلع مظلوم. هو يعني مش مظلوم قوي برضه، بس ماشي ما علينا. كانوا بيلاقوا الجثث على الخوازيق في الغابات في مشاهد بتخوف حتى الجنود اللي هم واخدين اصلا على الدم. اتقال ان هو خدع وفد عثماني كان جاي يطلب منه الجزيه، وطلب منهم يقلعوا عمائمهم، ولما رفضوا امر بدقها في جماجمهم بالمسامير. وكان بيرسل رسائل للسلطان محمد الفاتح بشكل غير مباشر كده، بيقول له فيها يعني فيما معناه انا مش تحت سلطانك وانا عدو لحضرتك. وقتها ده كان صدمه، يعني ده كان رد الجميل للمسلمين بعد ما احتضنوه. ولكن صديقي المشاهد الغدر طبعا، واليوم يدلك على الانس. محمد الفاتح ما سكتش طبعا، وفي 1462 قاد حمله بنفسه وقرر ان هو يدخل ولايه ولاشيا، وفلاد انسحب للجبال وبدا يستخدم حرب العصابات وحرق القرى وهو ماشي. لكن السلطان فضل يطارده لحد ما دخل العاصمه ترغوفشت، وهنا حصل المشهد المرعب. السلطان دخل على مشهد لا ينسى، غابه كامله مليانه الاف الجثث المخوزقه، لدرجه ان الرجاله اللي كانوا معاه ما كانوش قادرين يتحملوا الريحه. لكن محمد الفاتح رغم بشاعه المشهد قال مقولته الشهيره: لا يمكن لاحد ان يحكم هذه البلاد بالخوف مثلي. بس بالرغم من كل المشاهد الدمويه دي محمد الفاتح كمل الحمل، وفلاد اضطر يهرب ويتم القبض عليه بعدها بسنين. وفي سنه 1476 تم اغتيال فلاد على ايد اعدائه، واتبعتت للسلطان محمد الفاتح في اسطنبول كدليل على موت فلاد. ومات فلاد لكن ظله ما ماتش لحد النهارده. الغرب النهارده بيحول جرائم فلاد لاسطوره مصاص دماء وبيسميه دراكولا. احنا بنقول دراكولا يعني، لكن الحقيقه ان هو كان عدو للعدل وعدو للحضاره وكمان عدو للاسلام. دراكولا مش مجرد قصه رعب، ده رمز للكراهيه وللجهل في مواجهه حضاره كانت بتصنع العداله في عز الظلام الاوروبي. لكن الغريب مش اللي عمله فلاد، الغريب هو اللي عمله الغرب بعد كده. فلاد اللي التاريخ سجله كمجرم حرب واللي السلطان شاف فيه ظالم تحول في اوروبا لرمز. ايوه، نفس الشخص اللي غطى الغابات بالجثث اتكتب عنه بعد قرون على انه بطل قومي. كانوا بيقولوا فلاد انقذ حدود اوروبا من الغزو العثماني، فلاد وقف قدام اقوى سلطان في زمانه، فلاد حمى شعبه من المسلمين، رغم ان الحقيقه ان هو كان بيقتل شعبه اصلا قبل اي حد، يقتل الفقراء ويشوه الجثث ويحرق القرى، ومع ذلك الغرب صنع منه ايقونه. ولما جت سنه 1897 كاتب اسمه برام ستوكر كتب روايه شهيره جدا واسمها دراكولا، ومن هنا بدات اسطوره جديده. في الروايه دراكولا مش مجرد قاتل، لا ده مصاص دماء راقي. يعني ايه؟ يعني بيشرب الدم بشاليمو. ما اعرفش والله صديق المشاهد، هو يعني ده اللي حصل. شخص نبيل وغامض ومنه بلاء ترانسلفانيا، عنده قصر وسحر وهيبه، قدم للعالم على انه هو رمز للرغبه وللقوه وللخلود، مش رمز للدم وللظلم. ما خدناش بالنا احنا، بس المصادر موجوده. ومن وقتها اتعملت عنه افلام وروايات بالهبل، مره كعاشق حزين، ومره كمحارب مظلوم، ومره كبطل خارق ضد الاشرار. انا كان محدش بيقول ان دراكولا الحقيقي كان مجرم حرب، وان السلطان محمد الفاتح هو اللي انقذ المسيحيين والمسلمين منه، وهو الوحيد اللي قدر يطارده هو وعصابته، هو اللي بنى الحضاره وهو اللي فتح اسطنبول وتسبب ان اوروبا كانت بتقلد المسلمين والعرب في التقدم والاخلاق على مدار قرون. ليه الغرب يحول مجرم لاسطوره ويهمش واحد زي محمد الفاتح؟ لان الغرب عنده حاجه اهم من الحقيقه، الا وهي السرد. اللي بيملك القصه صديق المشاهد بيملك الوعي. هم ما قدروش ينسوا الهزيمه في القسطنطينيه ولا يتقبلوا ان حضاره العرب والمسلمين في وقتها كانت ارقى من حضارتهم، فبدل ما يكتبوا الحقيقه خدوا رموز العنف زي دراكولا وحولوهم لابطال، وخدوا رموز الحضاره زي محمد الفاتح وسكتوا عنها تماما سكتم بكتم صديق المشاهد. وخدوا بالكم اعزائي الكباتن، احيانا جريمتك كلها تبقى ان انت ساكت. السكوت احيانا عن الحقيقه افظع من الكلام، بالاخص لو السكوت ده ممكن يغير وعي. الغرب صديق المشاهد بيعمل ده طول الوقت. صلاح الدين الايوبي بطل فقط في افلامهم اللي بتخدم صورتهم،
والقراصنه الحقيقيين ابطال في هوليوود. كولومبوس مكتشف بريء ومش مجرم اباده ولا حاجه. تشارلز داروين عالم عظيم، مش شخص ماهد لحرب عالميه قامت على فكره العرق الادنى والعرق الاعلى. بيوزع استاذ داروين اماكن البشر فين، نفس النموذج اللي بيتكرر، يلمعوا صوره المجرم ويشوهوا او يهمشوا صوره صاحب الحق. دراكولا مش مجرد شخصيه خياليه، ده مثال حي على ان ازاي الفن بيغير الحقيقه. ازاي ممكن تلاقي نفسك انت بتتعاطف مع قاتل وتنسى الضحيه وتصدق الاسطوره وتكذب التاريخ. وعشان كده صديقي المشاهد لازم تسال نفسك دايما مين اللي كاتب الحكايه دي ومين اللي سكت عنها. اللي حصل مع دراكولا حصل مع غيره كتير، الجوكر، جولدن بلفورت في وولف اوف فول ستريت، حتى الشيطان في مسلسل لوسيفر. ولو عايزين نعمل حلقه عن اي من هذه الشخصيات اكتب لي في تعليق. الغرب بدا يقدم الشر مش كشر اصلا، لكن ككومبلكس كاركتر، شخص مظلوم عنده ماضي صعب واتبذ من العالم. وده طبعا بيخدم توجه غرب جديد اسمه لا يوجد شر مطلق، كل واحد ليه اسبابه اللي حولته المجرم. لكن هو يا عيني ده مظلوم. المشكله مش بس في الفن، الغرب بيستعمل القصص دي عشان يبرر الشر. يعني لو واحد قتل ابرياء يا عيني اكيد يعني مكسور من جواه، مراته جايز مزعلاه ولا حاجه. ده غير ان هو كده بيطبعك مع الشر لما يفضل يقدم لك في مجرمين بشكل مستمر، بالاخص لو مصدرهم لك في شخصيات عندها كاريزما زي كابتن علوم كده. يعني تتفرج على الفيلم تلاقيه مصاص دماء بيقتل وبيشرب وبيعذب الناس، بس مره واحده كده تقف تلاقي نفسك متعاطف معاه. ليه بقى؟ ما هو ده بيه اللي انا بكلمك فيه، انهم قدروا يخلوا الشر رومانسي. يا بيه دراكولا دلوقتي مش واحد بيقتل الابرياء، ده كان مجروح، قلبه مكسور من زمان وعنده لعن وعمال يدور على حب حياته اللي اتولدت من جديد. الكليشيه ده مش مجرد تلاعب درامي، المشروع ده بيشتغل على تحويل صورة الشرير الى بطل مظلوم، مش بس عشان تتعاطف معاه، ده عشان تحبه وتقلده وتعمل زيه وتلبس زيه. والمضحك ان ده اللي حصل بالفعل بعد عرض فيلم الجوكر 2019 اللي بيجسد شخصية ارثر فليك، مهرج مضطرب نفسيا وهو بيمارس العنف وفجأة بيتحول لمجرم شعبي. حصلت حالات عالمية حقيقية لناس حاولت تقلد ارثر. ابرز واقعة كانت في نيويورك 2020، اتقبض على شخص كان لابس زي الجوكر وماسك سلاح ناري وكان في محطة المترو بيهدد الركاب. شفنا المشهد ده فين قبل كده صديق المشاهد؟ وصرح لاحقا ان هو تاثر بالفيلم وان هو كان شايف الجوكر بطل مظلوم، بطل يستحق التعاطف والتقليد. الغرب صديق المشاهد اشتغل على فكره اسمها الانتي هيرو او البطل المظلوم، واحد شرير بس جذاب بيعمل جرائم عادي، يعني نفسيا حلو قوي، ملحد بس دمه خفيف وعنده تسدي وشعره اكرم. هناك فرق كبير صديقي المشاهد بين ان احنا نحذر من الشر وان احنا نديه مايك وكاميرا وفوكس. الميديا النهارده مش بس بتحكي عن الاشرار، دي بتديهم البطوله والموسيقى والاضاءه وتخلي الشرير نجم. بنشوف ده كتير قوي في افلام الجرايم، الضحيه بتختفي من الصوره والكاميرا بتقرب على المجرم، بتعرض لك حياته وطفولته وافكاره كانك بتتفرج على بطل مأزوم مش قاتل. وده كمان بيبان اكتر في صناعه الانتي هيرو. بريكنج باد مثلا، مدرس كيمياء بيتحول مهرب مخدرات والناس بقى تقعد تشجعه. قاتل متسلسل بيحكي بصوت داخلي وكل حاجه حواليه بتخلي شكله رومانسي مضطرب. البنات في الكومنتات بجد كانوا بيكتبوا يا حتى وهو قاتل رومانسي بجد. والكارثه بقى ان انت تبدا تقول لنفسك اكيد ده فيه خير، هو بس ضحيه. المجرم في الصناعه دي بيتحول لبطل، والبطل الحقيقي بيتنسي او يتقدم على انه هو ممل وما عندوش كاريزما. ليه كل ده مهم؟ لان الاعلام مش بيكلم عقلك بس، لا ده بيطبع صوره جواه. الدماغ بيتبرمج بصريا، الصوره اللي بتتكرر حتى لو غريبه بتتحول لحاجه مألوفه، وكل ما الصوره تبقى مألوفه تعاطفك معاها بيزيد او على الاقل بتتبلد ناحيتها. يعني اللي بتشوفه كتير حتى لو شيء غلط هيبقى طبيعي جدا، واللي بتشوفه في ستايل حلو هيبقى جذاب جدا. وساعتها ممكن من غير ما تحس تلاقي نفسك بتقلد الشرير عشان ببساطه هو ده اللي عاجب الناس. وعشان كده لازم نسأل نفسنا دايما احنا بندي المايك لمين؟ بندي البطوله دي لمين؟ مين بيعشش جوه دماغنا كوطن ومين اللي بيتنسي؟ انت بتتفرج ليه؟ في اللحظه اللي انت بتفتح فيها عمل فني انت مش مجرد متفرج، انت انسان داخل يعيش قصه، بتدور على احساس، على هروب، على طبطبه او على انتقام او على اي حاجه تخفف عنك. بس خد بالك لان الفن مش دايما محايد، كل فن بيحاول يقنعك بحاجه، مره يقنعك ان البطل ده مظلوم، ومره ان الخيانه مبرر، ومره ان الدنيا ما فيهاش امل وبقى انتحر بقى شوف هتعمل ايه. في فن بيفتح لك جرح كان مقفول عليه وانت تعافيت منه اصلا، وفي فن بيحطك جوه جرح مش جرحك اصلا، مش بتاعك، وفي فن بيخليك تتعاطف مع شخصيه لو شفتها في الحقيقه كنت هتهرب منها، في فن بيعالجك وفي فن بيشككك في سلامتك، في مشاهد بتسندك في وقت انت كنت محتاج فيه حد فعلا يشيلك، وفي مشاهد
المشاهد بتقلب مواجع كانت مخموده وتسيبك لوحدك. فاسال نفسك دايما انا بتفرج ليه؟ هو انا بتغير من غير ما اخد بالي؟ هو انا فعلا حبيت المجرم وكرهت المظلوم؟ هو انا بقيت بضحك على حاجه زمان كنت بعيط منها؟ هو انا لسه اصلا زي ما انا؟ في النهايه الفن مش مجرد مرآة بتجسد الواقع، الفن ممكن يكون باب تدخل منه حد وتخرج حد تاني خالص. فخد بالك صديقي المشاهد، انت بتتفرج على ايه وليه؟ وانت مين بعد ما تخلص اللي اتفرجت عليه ده؟ وبجانب ده لازم يكون ليك دور على الاقل ان انت تدعم صناع المحتوى الهادفين، او ان انت نفسك تعمل محتوى هادف. بس كده يا صديقي المشاهد، ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت ودلعنا وتنزل تشوف المصادر اللي تحت. سلام.